ما غادي تبقاي تشريها، غتولي تصايبها غير في دارك بمكونات اقتصاديه. غادي تضاعفي الحجم ديالها، غتصايبي زبده طريه اللي يمكن لك تستعمليها في الحلويات، في الكيك وحتى في الشهيوات. قبل ما تشوفي الفيديو ما تنسيش تابوني عندي في القناه باش يوصلك الجديد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم الزبده الطريه اللي يمكن لك تصايبها غير في الدار وبلا ما تشريها. وغنحتاجو في المقادير كاس ديال الزبده دايبه مع كاس ديال الحليب مع كاس ديال الزيت نباتيه ونص معلقه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الخل. كذلك عندي واحد معلقه كبيره ديال العصير حامضه اللي عصرناها وصفيناها. وغنبدا معكم على بركه الله في الطريقه ديال التحضير ديال هاد الزبده الطريه اللي يمكن لك تصايبها غير في الدار وبلا ما تبقاي تشريها وبمكونات اقتصاديه. هنا خديت انا زبده عاديه ذوبتها، عندي زبده دايبه وخليتها حتى بردت، يعني ما الزبده تخدمي بها وهي بارده، يعني ما تخدميش بها وهي باقيه دافيه، خليها حتى تبرد. الى لاحظتوا فانا راه تجمعت ليا في الكاس. هنا غادي نحاول نخلطها انا بالمعلقه مزيان، نحركها بالمعلقه باش تنزل شويه وتذوب. فباش تنجح لك العمليه وتنجح لك الطريقه فخلي الزبده حتى تبرد مزيان، يعني ما تخدميش بها وهي دافيه. غادي نضيف هنا واحد نص معلقه ديال الملحه، يعني غير رشه ديال الملح، وغادي نضيف عليها كاس ديال الحليب. فهنا المقادير كتكون مضبوطه، يعني قد يعني العبار ديال الكاس العنبه، كاس ديال الحليب مع كاس ديال الزيت مع كاس ديال الزبده دايبه. هنا غادي نخلط غير بالطراب الكهربائي، كيف يمكن لكم تخلطوا حتى بالخلاط الميكسور، كيف يمكن لكم تخلطوا حتى بالبغا ميكسور. فهنا غادي نضيف المكونات، غنضيف ديك معلقه صغيره ديال الخل، كذلك غادي نضيف عصير ديال حامضه، يعني معلقه كبيره ديال العصير حامضه اللي عصرناها وصفيناها. وغادي نخلط مزيان، غنحاول هنا نجمع الجوانب باش تسهل عليا عمليه الخلط. غنبقى كنخلط مزيان حتى غادي تندمج ديك المكونات، الخل مع الحامض مع الزبده ومع الحليب. وهنا غادي نبدا نضيف الزيت تدريجيا، غادي نبدا نضيفه غير بشويه بشويه، يعني باش نحصلوا على داك القوام اللي بغينا في هذا الخليط هذا. فكيف ما كتشوفوا الخليط هنا راه بدا كيرجع يعني كريمي. غادي نضيف الزيت نباتيه، يعني نضيفها غير بشويه بشويه وانا كنخلط بالطراب، يعني كنضيف زيت نباتيه بشويه بشويه وكنعاود نخلط. غادي نوقف وغادي نعاود تاني نضيف زيت نباتيه. فالزيت هاد الزيت نباتيه فهي اللي كتضاعف لينا الحجم ديال هاد الخليط هذا، يعني كيولي عندنا يعني نصف الكميه. فهاد الزيت النباتيه هو اللي كيخليها القوام ديالها كيرجع كريمي، يعني بحال شكل المايونيز كيف ما كتشوفوا معايا. يعني من بعد ما خلطنا مزيان واندمجت المكونات صافي، هنا غادي نوقف هنا الطراب وغادي نشوفوا هنا القوام ديالو بحال ما هكا كيف ما كتشوفوا معايا الخليط ديالو. فهنا غادي ناخذ سفيره ديال البلاستيك اولا ديال الزجاج وغلفتها هنا بالبلاستيك الغذائي كيف ما كتشوفوا معايا. هنا القوام ديال هذا الخليط راه بدا كيتقال شويه كيف ما كتشوفوا معايا، بدا كيتقال يعني ما بقاش كيف ما الاول، بدا كيتجمع. فغادي نوضعوه هنا في هاد السوبيره هادي، يمكن لكم تستعملوا سوبيره ديال الزجاج اولا ديال البلاستيك. فانا غطيته بالبلاستيك الغذائي، فغنحاول نجمعها بهذا البلاستيك ونحاول نلامس داك وجه الخليط بهذا البلاستيك هذا، وغادي نغطي عليها وغادي ندخلها للثلاجه.
فهنا من بعد ما خرجتها من الثلاجة، شوفوا معايا كيفاش ولات، يعني تجمع داك الخليط. فهنا غادي نوضعها في الصحن باش تشوفوها عن قرب. كيف ما كتشوفوا معايا غنحاول نزول هذاك البلاستيك الغذائي، فراه كتولي بحال الزبده الطريه اللي كنشريو من المحل، يعني بمكونات اقتصاديه، وبمكون اللي هو الزيت نباتيه اللي ضاعف لنا الحجم ديالو، اللي عطانا واحد نصف الكميه تقريبا، عطانا واحد 500 غرام، يعني نصف كيلو. واللي يمكن لك تستعملي هاد الزبده الطريه، تستعمليها في الحلويات وتستعمليها في الكيك وتستعمليها حتى في الشهيوات. فكنتمنى من هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتعجبكم هاد الطريقه وهاد الوصفه اللي شاركتها معاكم. فإلى فيديو آخر إن شاء الله، وألقاكم بكل خير. وكنتمنى تحطوا لي التعليقات اللي كتحفزوني أنني نزيد نحط لكم المزيد من الفيديوهات.